بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا جماعة اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، يا ريت كده لايكات كتير. كده احنا جبنا طبق وبعدين حطينا الترمس في المية وقعناه شوية. وبعدين جبنا حلة حطيناها على النار وشطفنا الترمس تاني وحطيناه في الحلة وهنحط عليه المية. وبعدين الترمس هيبتدي يتقلب، وبعد ما نقلب الترمس يغلي هي غلوة أو 2 ونطفي النار. وبعد كده هنصفي الترمس ونشطفه، وبعدين هنحطه في الطبق، وبعدين هنحط عليه المية الساقعة. بس حطينا المية الساقعة يا جماعة، وبعد ما نحط المية الساقعة نسيبه شوية هينفش تاني ويكبر. وبعدين جبنا حلة حطينا فيها المية وهنحط الملح ونقلب المية بالملح. قلب قلب قلب. اللهم صل على النبي. خلاص قلبنا المية في الملح. هنحط الليمون، هنضيف الليمون دلوقتي، عصير ليمون، ليمونتين 3 كده. بعد ما نقلب المية بالملح والليمون هننزل بالترمس. بصوا الترمس نفشه بقى حلو ازاي. وبعدين هنجيب بقى البطرمان وهنحط فيه الترمس، وهو فيه بروتين عالي وجميل جدا للأطفال والكبار وكل الناس بتحبه، ومفيد لمرضى السكر، حلو جدا. يوم أو يومين بالكتير وتاكل من الترمس. اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ما نعبي الترمس في البطرمان هنحط عليه المية وملح وليمون، ونحط عليه قشر الليمون عشان ما يدخلوش أي هواء أو بكتيريا، وهنقفل البطرمان كويس. ولازم لو في الصيف نحطه في التلاجة علشان الترمس بيبوظ بسرعة يا جماعة. بعد كده هنفضي من الترمس في الطبق تاني يوم عادي. عايزين تحطوا الليمون عليه، عصروا عليه ليمون بيبقى جميل قوي. عايزين تحطوا شطة حطوا. انا عموما محبوش بالشطة عشان الاطفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسونيش بقى بالدعاء وباللايكات. باي باي.